ليه الاهلي هو اكتر فريق ناجح في مصر او اكتر فريق بيحقق بطولات في مصر؟ وبالتالي هو ليه اكتر فريق بيخش له فلوس من حته الرعايه دي في مصر؟ هي الفكره الاهلي بيخش له فلوس مش عشان بس او مش عشان في المقام الاول هو بيكسب بطولات، لا، لان الموضوع ده مزعل شويه الزملكاويه وهم عندهم وجهه نظر في الموضوع ده، وجهه نظر تستمع، اللي هي الاهلي قعد في فتره من الفترات ما كانش هو اللي على راس الهرم في البطولات او اغلب البطولات، وبرضه كان بيخش له اعلى دخل من وكاله اعلانات مثلا زي وكاله الاهرام. لا، اصل احنا قلنا اصل كابتن حسن حمدي، اصل مش عارف ايه بتاع، اصل احنا في اضطهاد. هو تمام، هو احنا اوكي ان الاستقرار الاداري فرق كتير قوي مع الاهلي. الاهلي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحافظ على منظومه، ان هو يبقى فريق محترف حتى لو الدنيا حواليه او المنظومه اللي حواليه مش محترفه، حتى لو اللي بيديروا الكوره في مصر شويه تفكيرهم متاخر، اللي هو احنا عايزين نلم الليله ونقضي الموضوع ونخلص، الدوري يخلص والحمد لله تمام والجدول اتقضى والدنيا مشيت. انما الاهلي مش كده، الاهلي مبدئيا هو ناجح عشان حاجات كتير قوي، بس من ضمنها ومن اهمها، احنا مش بنقول ان ده الحاجه الوحيده، بس من اهمها ان هو فريق غني غني، عارف ان في فرق تانية غنيه في مصر، بس انت غني فلوس وغني مشجعين وغني تاريخ وغني اداره وغني كل حاجه. خلينا نتكلم في حته الفلوس. الفلوس بتسهل اكيد كل حاجه، ومش معنى ان انت امتلكت الفلوس ان انت كده خلاص. الفلوس زي ما قلنا هي بتسهل كل حاجه. بس انا دلوقتي واحد معلن عايز اعمل اعلان كبير جدا، هل اجر نجم زي عادل امام مثلا زيه زي اي حد تاني قليل شويه؟ اكيد لا. حتى لو عادل امام في السنه اللي انا رايح اجيبه فيها يعمل اعلان، الراجل ده ما كانش هو متصدر الايرادات، بس برضه يبقى الراجل ده اكتر واحد ليه جمهور. هي نفس الفكره كده. الاهلي لما كان وما زال بياخد اعلى نسبه في الرعايه كان بسبب ان هو جمهوره موجود معاه، جمهوره حميه، جمهوره ليه من الاخر مستهلك. عشان كده الاهلي ما زال وهيفضل وهيكمل. احنا عايزين بقى نعمل نفس الكلام مع الانديه الاخرى زي المنصوره، زي المحله، زي المصري، زي الاتحاد، زي الاسماعيلي، زي كل الناس دي. انا دلوقتي نفسي اشوف الدوري ده بغض النظر عن انتمائي او تشجيعي لاي فريق، انا نفسي اشوف الدوري دوت زي مثلا انجلترا، او بلاش انجلترا عشان السيتي دلوقتي مبهدل الدنيا. زي اي بلد في الدنيا ممكن اي فريق عادي خالص ياخد البطوله او على الاقل يبقى مرشح. احنا بنبدا كل موسم ماشي تمام اهلي وزمالك، ومؤخرا بقى بيراميدز. ليه؟ عشان معاه فلوس، بس هو برده معهوش حاجات تانية، بس برده الفلوس بتفرق قوي. طب لو انا اديت بقيه الفرق منصوره، اتحاد وخلافه والكلام ده كله الفلوس وهم معاهم الجمهور ومعاهم كل حاجه، هل هيقدروا ينافسوا الاهلي والزمالك؟ بدليل ان احنا زمان انا عندي الاولمبي خد الدوري، عندي الاسماعيلي كان كسب الدوري، الزمالك خد الدوري، المحله خد الدوري. حتى لو المرات ما كانتش كتيره قوي، بس على الاقل البطوله كان فيها تنوع، ما كانش عندي كل سنه اهلي زمالك اهلي زمالك. فانا بعتذر لاخواتنا الزملكاويه لو في حد زعلان ان الاهلي بيكسب او الاهلي بيدخل له فلوس من ايرادات عاليه من الرعايه او الكلام ده كله، بس هو الموضوع كله عباره عن منظومه. للاسف الزمالك حاليا وسابقا عنده مشكله في الموضوع دوت لاسباب هنتكلم فيها بعدين، او الناس كلها عارفاها او الكلام ده كله، بس احنا دلوقتي مش بنتكلم فيها. الزمالك مظلوم، الزمالك عنده مشكله، بس مشكله داخليه. ايا كان بقى الموضوع فيه مؤامره ما فيهوش مؤامره، الكلام ده دي حاجات شأن داخلي في نادي الزمالك.